كنت بقول لحد حاول تحضن نفسك، فرد عليا وقال لي: هو انت بتحضن نفسك؟ سكت ثانية وبعدين قلت له: بحاول. على فكرة ما بعرفش كل يوم، بس كل يوم بحاول ان انا اكون احن على نفسي من اليوم اللي قبله. وبعدين لما قعدت مع نفسي بعد ما خلصنا وفكرت شوية قلت فعلا احنا اتربينا على حاجات. احضنوا الايام قبل ما تجري من بين ايدينا، واحضان الحبايب لان احضان الحبايب ما بتتعوضش. ولكن كانت المفاجأة ان هو اوقات كتيرة اللي احنا بنحاول نقوله في احضان الحبايب ما بنقدرش نقوله، لان هو في لغة ما بيننا وما بين نفسنا مكتوبة في كتب واحنا درسناها ونقدر نقول ايه، ولما تقراها هتقول: ايه ده، انتوا بتتكلموا عليا؟ ازاي الناس دي عارفة عني كل الحاجات دي؟ ولكن الفكرة كلها ان انت لما بتحضن نفسك بتكتشف في نفسك تستحق ان انت تحضنها، ونفسك تستحق ان انت تقول لها انا جنبك ما تخافيش، وانت تستحقي اكتر من كده. لانك لو حضنت الايام ممكن ترجعك لايام انت عشتها ما كانتش كويسة، ومش هتاخدك لايام افضل. احضنوا نفسكم وخلوا بالكم من نفسكم. اتمنى لكم حياة سعيدة واشوفكم على خير. باي باي.